السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ميعادنا مع الجزء التاني بتاع نادي ال6 اكتوبر الحلمية. انا كنت نزلته الجزء الاول ونسيت خالص انزل الجزء التاني. فقلت اوريته، فلقيته عندي فقلت انزله لكم دلوقتي يعني. هي فيها جنينة حيوانات صغيرة زي ما احنا شفنا، في كام قرد كده وبجعة. بصراحة هو الجو حلو خالص والولاد انبسطوا يعني، وجميلة يعني. الكاميرا بصراحة ظلمة، شايفين ان الولاد بيلعبوا كده وحلوة خالص، وكمان حلوة في الصور يعني لو حد عايز صور. وكمان فيها، مش عارفة ده حصان صغير مش عارفة بيقولوا عليه ايه. الراجل بيلف باللفة يعني. معرفش ساعتها والله كانت بكام، حوالي 25 او 30 مش فاكرة. بس الولاد انبسطوا قوي وكانوا فرحانين وانا قعدت امشي وراهم عشان اصورهم. بس كانت حاجة حلوة يعني، أول مرة كانوا يعملوها فكانوا فرحانين بيها قوي. هو لف بيها لفة كل واحد بقى لوحده. طبعا سوسو فرحانة قوي. ربنا يفرحهم يا رب. احنا اصلا يعني، وطبعا عمر ماشي وراها مستني دوره. بس كانت حلوة. شايفين بيلف لفة كبيرة يعني. يعني لفة حلوة كده. اهم حاجة الولاد يفرحوا طبعا. عايزة اقول لكم دخول الجنينة دي، جنينة الحيوانات جوه النادي نفسه، جوه 6 اكتوبر الحلمية، بحوالي 20 جنيه للفرد، بس الاطفال مش محسوبين تقريبا يعني. بتدخلوا بتدفعوا انتوا كبار بس حوالي 50. بتقعدوا بقى براحتكم زي ما الناس قاعدين حوالي، زي ما انتوا شفتوا كده. فيها حيوانات كتير. هبقى اصورها لكم برضه، هوريها لكم. انا لفيت عليها على الماشي كده. فيها حيوانات، فيها يعني الزواحف اللي هي السلحفة، مش عارفة ايه الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، اللي هي الحاجات البسيطة يعني. مش هتلاقوا فيها اسد يعني، بس حاجات بسيطة. فهو بقى إيه تدخليها، الولاد طبعا بيحبوا الحاجات دي وبيفرحوا بيها جدا. وفي برضو الحوض ده الكبير ده كان مليان سلاحف احجام بقى، كبيرة وصغيرة، كده يعني. وكانت حلوة قوي، كانت اشكالها جميلة. وكمان ممكن الولاد ينزلوا يلعبوا. آم، مش عارفة ليه الكاميرا مقلوبة، بس انا هظبطها دلوقتي. ينزلوا يلعبوا في مع السلاحف دي. طبعا ده دور صدرة بقى. ففرحانة. انا صورتهم الفيديو للذكرى. هما اول مرة يخشوا الجنينة دي، جنينة الحيوانات. احنا على طول بنروح النادي بس ما بنخشش الجنينة، فكانت اول مرة ندخل كانت هتقع ربنا ستر. اول مرة ندخل للحيوانات يعني. فقلت اصورهم تبقى ذكرى، واحطها عندي برضو اليوتيوب تبقى ذكرى. ده دور صدرة. هي بقى تاخد اللفة بتاعتها. شايفين في حاجات كده معلقينها شكلها حلو. انا قلت طبعا بدل ما الف وراهم زي العبيطة، لا استناهم عند الناحية التانية احسن. وايه بالمرة اصورها لكم كلها يعني. شايفين هما يلفوا بقى ويجولي. قلت احترم نفسي واقف في مكاني. بس الراجل اللي كان مركبهم الحصان كان طيب كده، ويعني ايه، قاعد بيهزر معاهم وبيضحك معاهم وكده، فحبوه يعني. كانوش مكسوفين ولا خايفين. ده دور عمور بقى. كان فرحان قوي. اول مرة في حياته يركب حصان. حبيبي. هتبدأ بقى لفة عمر. حلو قوي يا بنات، وفي كده مية في النص الولاد بيلعبوا حواليها وبتصوروا. بجد والله حلوة قوي، وكمان مش مكلفة يعني. قريبة، هي جنب البيت، فبالنسبة لنا كانت يعني حاجة كويسة. فيها ملاهي كمان. انا كنت صورت لكم في الجزء الاول الحاجات اللي احنا عملناها، بس صورت لكم الجنينه نفسها يعني. فدلوقتي بقى اصور لكم هي فيها ايه. هي فيها حديقه الحيوان اللي وريتها لكم، وفيها ملاهي. ملاهي حلوه قوي. فيها يعتبر كل الالعاب يعني.
احنا وقتها ركبناهم يعتبر كل حاجة برضو، كنا عايزين نبسطهم. دي اللي بتلف طبعا، عمر ما بيركبش الحاجات دي فبيخاف. الصغيرين هما اللي بيركبوا وهو بيخاف من كل حاجة. هو طبيعته كده يعني، بيقلق شوية. فاخواته الصغيرين هما ركبوا لوحدهم، وهو بقى هيركب الحاجات اللي ما فيهاش حاجات من دي، يعني ما بيحبش الحاجات اللي هي بتلف ولا الحاجات اللي بتعمل بتطلع فوق ولا الحاجات دي، لا هو بيحب الحاجات اللي في الارض. اللعبة كانت بحوالي 15 او 10 والله مش فاكرة، يعني ما كانتش غالية. ده بقى اللي هي كلها زحاليق ومراجيح، دي التيكت بتاعها رخيص برضو، تخشي براحتك تقعدي براحتك تلعبي اللي انت عايزاه، وبعد كده بتطلعي. فيها مراجيح زي دي، وفيها زحاليق كبيرة، وفيها حلوة خالص يعني. طبعا ساجدة وسدرة كانوا فرحانين جدا. إيه، وفيها شايفين دي برضو للأطفال الصغيرين قوي، عشان اللي فيها حديدة من قدام عشان تبقى أمان، زي اللي هي بتبقى قرد دي. لا فيها بصراحة حلوة، يعني حلوة ومش غالية، والأولاد بيتبسطوا بأقل حاجة. طبعا عشان تروحي بقى لو في الحر تروحي بعد العصر كده تكون الشمس راحت، ما عشان الحر. ولو في ال ولو في ال في الشتاء ممكن براحتك بقى، بس اهم حاجة في الصيف ما تروحيش في الحر، في جو الظهر يعني، عشان الحاجات دي بتبقى سخنة قوي، مش هيعرفوا يقعدوا عليها اساسا. او عمر ركب بتاع اللي في المية دي، وبالنسبة له دي احسن حاجة. وركب العربيات طبعا بس انا نسيت اصوره. دي حلوة قوي في المية، بيلعبوا كده ويلفوها، حلوة خالص. كان اول مرة يركبها برضو، وهو ما شاء الله كان شاطر فيها يعني. بس انا كنت خايفة يقع في المية، مش عارفة، انا كنت واقفة مرعوبة خايفة يقع جوه المية. هي المية مش عميقة بس كنت خايفة يتبل. بس كان يوم حلو والله، انصحكم تروحوا لو حد قريب من هناك يجرب. هي مش غالية وحلوة، وكمان بتاخدي الاكل لو انت حابة تاخديه معاكي، مش شرط تشتري حاجة من جوه يعني. انا ما بحبش اشتري اي حاجة من بره لاني بصراحة بقرف، فبحب اخد حاجتي معايا لان انا بقرف قوي، من بخاف يعني. هو تقريبا كده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة